مريحني. مشاهدينا، كتل هوائية دافية عم بتسيطر مثل ما عم بتلاحظوا أكيد على لبنان. هالأمر عم بيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بالحرارة فوق معدلاتها الموسمية. بالبداية جو الليلة إجمالا رح بيكون صافي إلى قليل الغيوم، أكيد جليد على الطرقات الجبلية بنحذر. الحرارة ببيروت 12 درجة تحت الصفر بالأرز، 2 زحلة 6 حاصبية، وبعلبك أقصاها 7 درجات. جو بكرة بكفي أيضا مشمس إلى قليل الغيوم، أكيد بنحذر من الجليد على الطرقات الجبلية بساعات الصباح الأولى. وأكيد بنرجع بنقول إنه الحرارة بارتفاع ملحوظ فوق معدلاتها الموسمية. بتسجل ببيروت 25 درجة، 26 بصور، 12 بالأرز، 22 زحلة، 23 حصبية، وبعلبك 23 درجة. الرياح بالإجمال لبكرة رح بتكون شمالية شرقية حل البحر معتدل، حرارة المياه 17 درجة، والرطوبة بتتراوح بين 45 و 70%. إذا طقس الويكند والأيام المقبلة على الشكل التالي: بكرة الجمعة مثل ما ذكرنا قليل غيوم بالإجمال، ارتفاع ملحوظ بالحرارة ل 26 درجة فوق معدلاتها الموسمية. نوصل لنهار السبت انخفاض ملحوظ بالحرارة لل 21 درجة، مع جو بالإجمال غائم جزئيا. الانخفاض بالحرارة ممكن يؤدي إلى احتمال تساقط أمطار خاصة بالفترة الصباحية. إذا يوم السبت الأحد بيتحول كليا إلى مشمس مع أقصاها على الساحل 20 درجة، لنوصل لأسبوع جديد الاثنين غائم جزئيا، احتمال لأمطار متفرقة، وأقصاها 20 درجة على الساحل. هذا كان كل شيء. عودة لكم ديما وماريو.